بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظها الله تعالى إلى كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا أبو أسامة عن حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يطعم عقبه رجلان. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جدي علي بن حرب هكذا. قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مشوا بين يديه وخلوا ظهره للملائكة. ورواه الأشجعي عن سفيان وزاد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وتلا قول لقمان: وقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال: كان فذكر. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي فذكر. وبه إليه قال حدثنا أبو سعد الزايد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الطوسي الفقيه قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي أو الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال: أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مشيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر أيكره أن أمشي وراءه أم يقر ذلك. قال: فالتمسني بيدي فألحقني به حتى مشيت بجنبه، ثم تخلفت الثانية أمشي وراءه فالتمسني بيده فألحقني به حتى مشيت بجنبه، فعرفت أنه يكره ذلك. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد أظنه بن زياد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة البكري قال: كنا جلوسا حول أبي بن كعب نسائله فقام فاتبعناه فرفع لعمر بن الخطاب فعله بالدراء، فقال أبي: مهلا يا أمير المؤمنين. فقال: إنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن مكتوب قال سليمان بن حنظل البكري هكذا عندي سليم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال حدثني ليثم بن حبيب أن سعيد بن جبير رأى ناسا يتبعونه فنهاهم وقال: إن هذه مذلة للتابع فتنة للمتبوع. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن بعض البصريين عن الحسن أنهم مشوا خلفه فقال: رحمكم الله، ما يبقي هذا من مؤمن ضعيف. وبه إليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسحاق السراج قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق عن المقداد بن الأسود قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل، فلما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن الناس كلهم خول لي، والله لا ألي على عمل ما دمت حيا. وبه إليه قال: سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان يقول: من أراد خفق النعال خلفه فقد أراد الدنيا بأسرها ومن فيها،
وكانت حقيقة أمري أن أعطوني دنياكم وخذوا ديني، واخلعوا إلي دنياكم فقد خلعت لها ولكم ديني. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد قال حدثنا أبو يحيى الضرير قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال: من كثر خدمه كثرت شياطينه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الحناط يقول: سمعت ذنون وسئل عن الآفة التي يخدع بها المريد عن الله عز وجل، فقال: برؤية الألطاف والكرامات والآيات. قيل له: يا أبا الفيض فيما يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطئ الأعقاب وتعظيم الناس له والتوسع له في المجالس وكثرة الأتباع، فتعوذ بالله من مكره وخديعته. وبه إليه قال أخبرنا عبد الخالق بن علي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا القرقساني قال: أتي يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فقبلها ثم وضعها بين يديه وقال: إن الدنيا لم تخلق لننظر إليها، إنما خلقت لننظر بها إلى الآخرة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو أنه قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعرف أحدا في هذه القرية يدفع الدنيا بالصحة، إنما يدفع لينال أو ليأتيه منها أكثر. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا الحسن الزنجاني أو الزنجاني يقول: قال الحارث المحاسبي: ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين، وتركها مع نسيانها صفة العارفين. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن محمد بن معاوية الأزرق أنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: عظني وأوجز. فكتب إليه الحسن: أما بعد فإن رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يديه كالزهد في الدنيا، وإنما الزهد بالدنيا باليقين، واليقين بالتفكر، والتفكر بالاعتبار. فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجدها أهلا أن تتبع بها نفسك، ووجدت نفسك أهلا أن تكرمها بهوان الدنيا، فإن الدنيا دار بلاء ومنزل قلعة. وبه إليه قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الحسن بن علوية يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الدنيا بأجمعها لا تسوى غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك فيها وقطع إخوانك بسببها مع قليل نصيبك منها. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا أبو يحيى بن زكريا بن داود قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلعة، لعلها قلعة، نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه السلام: يا يوسف اذكر همك. فقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن بدين بن ورقاء الخزاعي عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا نعاي العرب يا نعاي العرب، قالها ثلاثة: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال الشيخ: النعايا جمع النعي وهو الرجل الهالك.
وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر بن محمد قال سمعت الجنيد وسئل عن الدنيا ما هي فقال الدنيا على وجوه فهي عند قوم هذا الفتح الذي تراه بين السماء والأرض وقوم يجعلون الدنيا المتاع الذي فيها من الاتساع والغنام ثم قال هو والدنيا عندي ما قارب الهوى وبه إليه قال حدثنا أبو سعد الزايد قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الكندي قال سمعت مشايخنا يقول إذا ابتدأت أمرين لا تدري أيهما الصواب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه فإن كثرة الصواب في خلاف الهوى وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت جدي يقول سمعت أبا عثمان الخيري يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن الحيري الشيخ محمد، الحيري الحيري. أيوة. قال هنا تقدم نعم. قال يقول سمعت أبا عثمان الحيري يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثني إبراهيم بن نصر قال حدثني إبراهيم بن بشار قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول أشد الجهاد جهاد الهوى من منع نفسه هوى فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا معافا من أذاها وبه إليه قال وبإسناده قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول الهوى يردي وخوف الله يشفي واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد أنه قال سمعت أبا محمد الجريري يقول سمعت سهل بن عبد الله وسئل عن المعرفة فقال لا ينالها أحد إلا بعد المكابدة فيتلذذ بمخالفة هواه أكثر مما يتلذذ بمتابعة هواه فعند ذلك يعرف قال وسمعت سهلا يقول لا يطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم نفسه في طاعة الله عز وجل أو قال لا يطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم نفسه في طاعة الله عز وجل وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت ابن عطاء يقول قال الجنيد أرقها وأرقت ليلة وقمت إلى وردي فلم أجد ما كنت أجد من الحلاوة فأردت أن أنام فلم أقدر عليه فقعدت فلم أطيق القعود ففتحت الباب وخرجت فإذا رجل ملتف في عباءة مطروح على الطريق فلما أحس بي رفع رأسه وقال يا أبا القاسم إلى الساعة قلت يا سيدي من غير موعد قال بلى سألت محرك القلوب أن يحرك لي قلبك قلت قد فعل فما حاجتك فقال متى يصير داء النفس دواها فقلت إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواها قال فأقبل على نفسه وقال اسمعي قد أجبتك بهذا الجواب 7 مرات فأبيت إلا أن تسمعيه من الجنيد وانصرف عني ولم أقف عليه ولم أعرفه سمعت الأستاذ أبا علي الحسن بن علي يقول الخلق مالك ومملوك فالمالك الذي يملك هواه والعبد الذي يملكه هواه وبه إليه قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا الحسن الفارسي يقول سمعت الحسن بن علوية يقول قال محمد بن الفضل أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها فإن من ملك نفسه عز ومن ملكته ذل وسمعت أبا علي الدقاق يحكي عن بعضهم أنه ما لم تقتل نفسك بنفسك لا تصل إلى ربك قيل ما قتل النفس قال قتلها بسيوف المخالفة وبه إليه قال سمعت أبا علي يقول قال بعضهم لولا الشرع زجرني لقتلت نفسي بنفسي لنفسي وسمعت أبا علي يقول من لم يكن الغالب على قلبه ربه فإنما يعبد هواه ونفسه
وبه إليه قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول سمعت ابن عطاء قال وسئل عن أقرب شيء إلى مقت الله قال رؤية النفس وأحوالها وأشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت جدي أبا عمرو يقول من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه. قال وسمعت جدي يقول آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول سمعت أبا عثمان يقول من رأى عيبا من نفسه ولم يجد في قلبه وجعا حتى يتجرد منه أخاف أن تكون رؤيته لعيبه لا تزيده إلا عجبا وإصرارا. وبه إليه قال وقال أبو عثمان بلاء عامة المريدين إغضاؤهم على عثرة وترك مداواتها بدوائها حتى تعتاد النفس ذلك فتسقطه عن درجة الإرادة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت النصر بادية يقول سجنك نفسك قال سجنك نفسك أو سجنك نفسك إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد وما دمت فيها فأنت في سجن البلاء ولا يخلصك منها إلا الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثت عن فضيل بن عياض في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال هي سجن من ترك لذاتها وشهواتها فأما الذي لا يترك لذاتها ولا شهواتها فأي سجن هي عليه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر البشتي قال حدثنا أبو بكر الدابي قال حدثنا هكذا البشتي أو البستي قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا وكيع قال قيل لداود الطائي ما لك لا تسرح لحيتك قال إني إذا لفارغ الدنيا دار مأتم. قال في نسخة السني بدل البشتي. وبه إليه قال وقيل لداود الطائي لو صعدت إلى السطح يصيبك الروح قال إني لا أكره أن أخطو خطوة يكون لبدني فيها راحة. وبه إليه قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس العصمي قال سمعت أبا جعفر محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني هارون قال سمعت عبد الله بن الفرج يقول رأى رجل داود الطائي ليلة مات في المنام يحضر أن يعدو فقال ما لي أراك تحضر فقال الساعة أفلت من السر فأصبح الرجل والناس يقولون مات داود رحمه الله. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد قال سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت محمد بن الفضل يقول الراحة هي الخلاص من أمان النفس. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا بكر بن شهادان يقول سمعت عبد الله بن منازل يقول من رفع ظل نفسه عن نفسه عاش الناس في ظله. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شادان يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت ذنون يقول النفس صنم والنظر إليها عبادة لأنك لا ترى فيها إلا آثار الحق قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنشدنا أبو القاسم بن حبيب قال أنشدنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم البلادري قال أنشدنا بكر بن عبد الرحمن قال أنشدنا ذو النور المصري قلبي إلى ما ساني داعي يكثر أسقامي وأوجاعي كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا نعم قال هو البستي نعم حسن الله
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حناش الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وبه إليه قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة أو خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ويا رب شاوة ساعة أورثت صاحبها حزنا كطويلا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت عبد الواحد بن بكر الورثاني يقول سمعت بعض أصحابنا يقول سمعت ابن عطاء يقول النفس لا تالف الحق أبدا. وبه إليه قال سمعت أبا علي الحسن بن علي يقول الطريق واضح ولكن الهوى فاضح. وقال الفقه في العبادات حفظ النفس عن الشهوات. وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا إبراهيم بن فراس المالكي قال أخبرنا المفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل بن عياض لم يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سئل الأستاذ أبو سالم الصعلوكي عن حقيقة العبودية فقال الموافقة والمخالفة وهو أن يوافق الحق ويخالف نفسه وهواه. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت محمد بن الفضل يقول العجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز حتى يصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار مولاه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد الله بن يوسف القرميسيني مشابهة ومناولة أن أباه حدثه قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري قال سمعت السري يقول أقوى القوة غلبتك نفسك ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز. وبهذا الإسناد قال السري من علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله وإيثاره على النفس فيما أمكنت فيه القدرة. وبهذا الإسناد قال السري من علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس. وبهذا الإسناد قال السري أحسن الأشياء خمسة البكاء على الذنوب وإصلاح العيوب وطاعة علام الغيوب وجلاء الرين من القلوب وألا يكون لكل ما يهوى ركوب. وبه إليه قال سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين يقول سمعت أبا علي سعيد بن أحمد البلخي يقول سمعت أبي يقول سمعت محمد بن عبد يقول سمعت خالي محمد بن الليث يقول سمعت حامدا اللفاف يقول قال حاتم الشهوة ثلاثة شهوة في الأكل وشهوة في الكلام وشهوة في النظر فاحفظ الأكل بالثقة واللسان بالصدق والنظرة بالعبرة. وبإسناده قال حاتم العباء علم من أعلام الزهد فلا ينبغي لصاحب العباء أن يلبس عباء ب3 دراهم ونصف وفي قلبه شهوة ب5 دراهم أما يستحي من الله عز وجل أن تجاوز شهوة قلبه عباءة. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن محمد البلخي يقول سمعت أبا بكر الوراق يقول من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول كنت في جبل لكام هكذا فرأيت رمانا فاشتهيت فدنوت فأخذت منها واحدا فشققت فوجدته حامضا لكام أحسن الله عليكم لكام قال فرأيت رمانا فاشتهيت فدنوت فأخذت منها واحدا فشققت فوجدته حامضا وتركت الرمان
فرأيت رجلا مطروحا قد اجتمع عليه الزنابير، فقلت السلام عليك، فقال وعليك السلام يا إبراهيم. فقلت كيف عرفتني؟ قال من عرف الله لا يخفى عليه شيء من دون الله. فقلت أرى لك حالا مع الله، فلو سألته أن يقيك شهوة الرمان. قال فقلت أرى لك مع الله لا أرى لك حالا مع الله، فلو سألته أن يحميك ويقيك الأذى من هذه الزنابير. فقال لي أرى لك حالا مع الله، فلو سألته أن يقيك شهوة الرمان، فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة، ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا، فتركته ومضيت. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق يعني الصغاني قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا ابن عون قال أنباني الحسن قال أبو مسلم الخولاني وكان ذا أمثال نفسا إذا أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتني عند الله غدا، وإن أنا أنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتني عند الله غدا. قالوا فمن تيك يا أبا مسلم؟ قال تيك والله نفسي. قال وحدثنا حنبل عن قال حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ضمرة قال حدثنا بلال بن كعب. الشيخ موجودة؟ موجود يا شيخ. موجودة. نعم. وقال وحدثنا حنبل قال حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال حدثنا ضمرة قال حدثنا بلال بن كعب قال ربما قال الصبيان لأبي مسلم ادعوا الله يحبس علينا هذا الطير، فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قراءة عليه قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عثر يوسف عليه السلام 3 عثرات، قوله اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، وقوله لإخوتي إنكم لسارقون، والثالثة لا أعلم إلا قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فقال له جبريل عليه السلام ولا حين أممت، فقال وما أبرئ نفسي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصفهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال عثر يوسف 3 عثرات حين هم بها فسجن. وقوله للرجل اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. وقوله لهم إنكم لسارقون. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى ميرك النيسابوري ومحمد بن أحمد العطار قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال رأى جبريل في صورة أبيه يعقوب فخرجت شهوته من أنامله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب شيختنا بس هنا اللهم صل وسلم في حديث بس تسليما لقفاته قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت محمد بن الفضل يقول العجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز حتى يصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه، كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار مولاه.
أحسن الله إليكم شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. تجيزين الإخوة خاصة الله يحفظنا الله يحفظكم إن شاء الله ويطيل أعماركم. آمين. تجيزين الإخوة خاصة وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب والوالدين؟ أيوة نقدر قصتكم إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات وكذلك الأولاد والأزواج والوالدين إن شاء الله. الله يتقبل. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. جميع إن شاء الله. الله يحفظكم. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. الله يحفظكم.